السلام عليكم، اش اخباركم؟ مبروك عيدكم. بقيتو كضحكوا عليا حيتاش كنحط المواعين تحت الماريو. ما كانش عندي لي غونجمون، والله الا درتو فيا نفس. خديت بلاكار قديم باش نجمع فيه المواعين، ونيت عطاني فرصه باش ندير واحد تنظيف عميق للمطبخ. راكم عارفين مع رمضان كيكون كثرت الطياب، كثرت الشقافه، يعني المطبخ دائما كيتساسخ. فجاتني فرصة ومناسبة باش نجمع معيناتي ونظمهم وندير واحد التنظيف عميق للمطبخ. كثير الشيء انه مني ركبوا لي هاد البلاكارات ديال المطبخ. يعني تطايرات، السيمان، النجارة ديال العود. ما نعاودش لكم واحد الحالة ولات عليها الكوزينة. انا صراحة كنت خرجت، ما بقيتش معاهم حيت ولدي كيخاف من الاصوات العاليه. عرفتي ملي دخلت عرفتي تصدمت، انا ما كنتش كاع متخيله ان هاد الكميه كامله ديال الغبره غادا تطاير. يعني لو كنعرف كنت اول بعدا غادي نقص شحال من حاجه غادي نخرجها. صافي وليت تقريبا غسلت المواعين كاملين، نظفت الكوزينه كامله من الحيوطه، من البوطاجي، من البوطه. ماشي مشكل الحمد لله، لان النتيجه من بعد كانت طيبه. والصراحه حتى هاد البلاكار هذا يعني غير لقيته انا زعمت عليه لانه كان غير واحد الهميزه بواحد الثمن اللي هو خيالي. يعني انا باش غادي نتحصل على بلاكارات اللي غادي يجمعوا لي تقريبا المواعين ديالي كاملين، وتقريبا بنفس العبار اللي عندي هنا في الكوزينه بواحد الثمن اللي هو يا زعما رخيص بزاف. يعني ما كيتعداش 1400 درهم. راه غير فرصه ومناسبه. فهذا كان حافز لي، يعني واخا هاد التماره هادي والله العظيم الا عطاني واحد الحافز باش ندير تنظيف عميق للمطبخ ونعاود نغسل المواعين كاملين. هنايا راني بديت في الاول غير كنشطب ديك الغبره ديال الحفير اللي من يحفر العود. انا غادي نشطب البلاكارات كاملين، ومن بعد غادي نمسحهم بواحد المنديل اللي بللته قليلا فقط. عاد من بعد غادي نبدا نرجع ليه المواعين. فالمواعين اللي ما تنستعملهمش بشكل يومي هما اللي غادي نطلعهم من الفوق، واللي كنستعملهم بشكل يومي فكنهبطهم لهاد البلاكار الثاني. والاجهزه وداك الاجهزه حيت شويه ثقالين وكنستعملهم بشكل يومي، فغادي نخليهم غير تحت البوطاجي. هنا راه ما تيبانش لكم مزيان شنو تندير، لان غير عطيت غير لولدي هو اللي تيصورني. ما لقيتش كيفاش نحط التليفون في السيبوري ديالو، يعني حيت هنا المكان عالي. ما عرفت صراحه انا اللي ما عرفتش والله الا جا فوقته باش نيت نخمم الكوزينه. راكم عارفين مع رمضان مع الشقافه يعني كتوسخ لينا بزاف. فهاد الشيء علاش غادي واصلا ملي يركب ليا البلاكار راكم عارفين ثقب الحيط ثقب العود، فتطايرات بزاف ديال الغبره ديال السيما ديال النجاره تاع العود. ما نعاودش لكم واحد الحاله ولات عليها الكوزينه. وكانت هذه نيت فرصه باش ندير تنظيف عميق للمطبخ. ومنها نيت الدار تكون نهار العيد كتبرق بالنقا. وكالعادة فالتنظيف العميق دائما تنبداو بالخزانات أو الدواليب. يعني كنبداو من الداخل ثم عاد غادي ننطلق للخارج. يعني دابا عاد غادي ندوز للبوطة والحيوطة والأرضية. هادوك انا ما خرجتهمش، فتا هما يتطاير عليهم السيما والغبره ديال النجاره. هاد المنظمات فحتى هما غادي نغسلهم من بعد ان شاء الله. ومني غادي باش نقص عليا تماره انا غادي نشطب هاد الغبره هادي عاد باش يسهل عليا تنظيف البوطه. صافي هاد الحديدات ديالها غادي نديهم للبوطاجي حتى هما غادي نحكهم حكه خفيفه غير بديك الحلفه اللي كتكون فحال السلك. صافي غادي نشللهم وغادي نمسحهم باش نشفهم من الماء، وغادي نرجعهم مباشره فوق البوطه. ثم غادي نمر باش غادي نغسل المواعين كاملين. هنايا تندير واحد جوج ديال البانيوات، واحد تندير فيه مسحوق او سائل ديال غسل الاواني مع القليل من الجافيل والقليل من الخل. ضروري الخل باش كيخرجوا لينا الكيسان ناعمين.
و الإناء التاني أولا البانيو التاني فكنوضع فيه الما باش كنشلل. هاد الطريقة هادي كتخليني يعني نغسل هاد المواعين بسرعة وفي نفس الوقت ما تنضيعش الما. وهاد الأواني اللي كنغسل فكنوضعهم مباشرة على واحد المنديل باش يتشرب الماء اللي فيهم، باش ملي نجي نمسحهم نلقاهم يعني تنقص منهم الماء. المهم هاد الطريقة هادي ديال أنني كنوضع السائل ديال الغسيل في بانيو والماء في بانيو كتجيني طريقة اقتصادية، يعني ما تنضيعش مسحوق الغسيل ومنها ما تنضيعش حتى الما. هاد الما هذا اللي شللت به يعني هاد الكؤوس كاملين وهاد الطبيصلات وهاد الأواني كاملين شو تبقى ليا هو باش غادي نغسل به هاد طنجرة الضغط، يعني الماء ما ضيعتوش. وهذه هاد المنظمة اللي كانوا فيها دوك المنظمات ديال العطرية وديال القطاني، حتى هي لقيتها تطايرات عليها نجارة ديال العود وديال السيما، فحتى هي غادي نغسلها باش نوظفها في الحمام، لان صافي هنا استغنيت عليها في المطبخ. مع هاد البلاكارات صافي هما اللي غادي نوضع فيهم دوك المنظمات ديال القطاني والعطرية. إيوا شوفوا سبحان الله كاينين شي أمور ما تنكونوش ضاربين ليهم حساب، ما كنكونوش مخططين ليهم حتى كيخرجوا لينا في البلان. أنا كنت كنقول رمضان ما غاديش يكون فيه شي تنظيم، شي تنظيف أو تنظيم بحال فحال، يعني تنظيم أو تنظيف عميق، يعني غادي نكتفي فيه غير بالشهيوات وهذا شو سبحان الله. ربي حنتني ما كنتش باغا ندير تنظيف عميق نهائيا في رمضان. تخرج ليا مرة خزانة الملابس، مرة بلاكارات ديال المواعين. ماشي مشكل، يعني خصوصا ملي كتكون شي حاجة هكا صدفة فكتجي زوينة، وخصوصا الا كانت بشي ثمن مناسب. هنا صافي تقريبا كملت، فكنمسح الارضيه حتى هي راني خديت واحد الكوتشيه وحكيتها لان كان باقا واحد شويه ديال السيمه بيضاء ديال الزليج، كيلتصق عليها الا كان شي وسخ، السيمه راه حرشه فكيلتصق عليها الاوساخ، فحكيتها غير بكوتشيه وبشيته وشويه تيد وجافيل ومسحتها فتنقات ليا الارض. فتنقات الارض صافي. هنايا هاد المواعين قبل ما نرجعهم للبلاكار فكنمسحهم بمنديل ديال الاواني صافي، وغادي نبدا نرجعهم من بعد. المهم دائما الاواني اللي ما تنستعملش بزاف فهما اللي تنطلعهم من الفوق، يعني في حاله الطنجره هذه هاد البرمه والكسكاس يعني كنستعملهم غير مره في الاسبوع فطلعتها الفوق. والاشياء اللي كنستعملها بشكل يومي فغادي يهبطوا لتحت. هاد الجهه هذه درت فيها غير البلاطويات ودوك لي بريزونطوار ديال الحلوى، يعني هادو كيكونوا غير موسميين، يعني مره فتا هما طلعتهم من الفوق. هنايا لتحت خليت البريردات شويه لتحت كيبانوا لكم واحد المنظمات ديال القطاني، فغادي نحيدهم انا غير حطيتهم تما كاينه بما غادي نلقى ليهم بلاصه فتا هما طلعتهم من داك الرف الثاني اللي كيتسد، يعني ديك البلاصه محلوله فما جاتش نحط فيها شي حاجه بحال هكاك، يعني نخليها غير شي حاجه اللي تكون حتى الديكور ديالها زوين. صافي هنايا هذا الرف الثاني، الجهه الاولى اللي فيها هذا الرف الثاني فوظفتها كامله غير الكؤوس، كؤوس الشاي وكؤوس القهوه وكؤوس العصائر. فغادي ندير تفريغ لهاد البلاكارات اللي تكونوا تحت البوطاجي، يعني فرغته بالكامل، درت ليه واحد المسيحه خفيفه بشويه ديال الجافيل والسائل ديال غسل الاواني، ومن بعد غادي نشفهم بمنديل يكون ناشف. هنايا دوك المنظمات ديال القطاني وضعتهم هنا في هذا الرف هذا اللي كيتسد صافي. وهنايا راه من بعد ما مسحته فغادي نبدا نرجع ليه هاد الاجهزه الالكترونيه لاني كنستعملهم بشكل يومي، وفي نفس الوقت راه تقالين شويه فما جاتش نطلعهم من الفوق. انا الاشياء اللي كنستعملها بشكل يومي بحال هاد الاجهزه، المقاليد، الطنجرات صغار، طنجرات الضغط، يعني غادي نخليهم غير هنا لتحت باش يكونوا في المتناول ديالي صافي. والاشياء اللي ما تنستعملهاش بزاف فهي اللي غادي نطلعها الفوق.
وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطريقة باش رتبت هاد المواعين في البلاكار. في هذا الرف الأول وضعت فيه هاد الزليفات وهاد الكؤوس اللي كنشرب فيهم القهوة أنا وولادي في الصباح. هاد الجهة هادي خصصتها كاملة المستلزمات ديال الحلويات، يعني من ليمول، من واحد الجهاز ديال لي غوفر، هنايا الطنيجرة، هاديك البرمة وكسكاس، هنايا دوك لي بلاطو لي بريزونطوار ودوك الطباسل الكبار اللي تيكونوا ديال البديع. صافي وهداك البلاكار الصغير اللي فوق الشرجم فاستعملتو بعض الاشياء اللي كيكونوا بحال البلاستيك اللي ما كنستعملهمش بزاف. صافي هنايا تحت البوطاجي هنايا ها هو هذا راه باين. نسيت ما صورتش. والجهه الثانيه ديال البلاكار اللي تحت البوطاجي ففيه غير السلعه ديال الهري وهذا الكتب ديال وصفات الطبخ حتى هما وضعتهم هنايا باش يكونوا قراب في المتناول ديالي. صافي كان هذا هو الشكل النهائي، وهنا لا فيديو ديالي وصل النهايه. نتمنى الطريقه تكون صحيحه، ولا كانت خاطئه خليو لي نصائحكم وتعليقاتكم في لي كومونتير. دمتم في امان الله وحفظه. السلام عليكم والى فيديو مقبل ان شاء الله. مبروك عيدكم، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال.